ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قررنا ان احنا نتفسح فسحة على قد الايد كده يعني. كان ربنا كرمنا ب100 جنيه وقلنا نتفسح بيها. والله رحنا الاول على الجزيرة، بس ملقناش مراكب في البر بتاعنا. كنا عايزين نعدي هناك بقى ونصور العظمة اللي في الجزيرة، بس للأسف ولا مركب كانت على الشط الناحية. المهم اتفرجنا على المنظر العظمة ده كده، وشوفنا مركب هناك اهي. قعدنا نشاور، شكل الراجل كان بيفطر. اهي اهي هناك اهي. قعدنا نشاور عشان يعدي البر ده، ما جاش، ما عبرناش. قعدنا شوية طبعا اتفرجنا على العظمة دي، وخدنا نفس كده في الهوا الحلو ده. وهنا بقى كنا مستنين البيتزا. بما ان احنا هنتفسح يبقى ناكل، وناكل يبقى جبنا بيتزاية. واحد انا قطعت الورقة على البيتزا الواحدة، والتاني صمم ياخد وصل هو كمان، فاداله وصل عادي مفيش مشكلة يعني. احنا كده قاعدين مستنيين البيتزاية. بيقول لي صوري صوري، صورت يا اختي على الايدين الصغننه. نزلت البيتزاية. بصوا بقى، عايزه اقول لكم اقسم بالله تحفه. كانت بيتزاية بالجمبري بس حكايه. يعني بصراحه انا ما كنتش متخيله انها هتبقى بالطعامه دي. اكلنا طبعا كده. هنا كنت باكل واد صغير، كانوا مبسوطين قوي بيها. اكلنا وبدأنا ان احنا ايه، نشطب عليها كلها. يا ابني كل، مش راضي يا ابني كل سخنه. بصوا مهما كانت الرحلة بسيطة أو الفسحة بسيطة، بس والله ليها أثر نفسي كبير يعني. وأنا اللي قررت إن احنا نتغدى برا. شايفين المنظر الحلو ده؟ يعني أنا نفسي أعدي أنا والعيال أروح هناك كده، بس طبعا ما ينفعش، مفيش مراكب. هنا بقى كنا خلاص ناويين إن احنا نرجع. يعني اللفة دي كلها أخد لها بتاع ساعتين. هنا بقى المدخل بتاع بلدنا. لايك واشتراك في القناة وكومنت لذيذ كده منكم عشان يصلكم كل جديد. ده مدخل بلدنا يا جدعان، احنا من الأرياف والله عادي يعني. وباي.